السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الفصل المختصر في حكم الاحتفال بالمولد النبوي. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك ورب الكعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا بل ومن الناس أجمعين، وأننا نتمنى أن نفديه صلى الله عليه وسلم بأرواحنا ودمائنا، لكن الحق أحق أن يتبع. طبعا في كل سنة بتحصل مشكلة ما بين الذين يقرون بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الذين يقولون أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نختصر الموضوع كله في نقاط بسيطة جدا نستدل فيها ما بين العقل والنقل بكل بساطة. هنستدل في هذا الأمر أو ننظر لتلك المسألة من 5 وجوه. الوجه الأول أنه لم يثبت ورب الكعبة لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن جيل التابعين أنهم احتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على فعل الخير، بل وكانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تفوق كل محبة. كانوا يتمنون الصحابة كانوا يتمنون أن يفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بدمائهم وأرواحهم، وقام الإسلام على أكتافهم بفضل الله سبحانه وتعالى. بذلوا الغالي والنفيس وتركوا الديار والأموال والأهل والأحباب نصرة لدين الله سبحانه وتعالى ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يثبت أبدا عن واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه احتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم. ده رقم 1. رقم 2 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دلنا على ذلك، ولو كان فيه خيرا لدلنا عليه. نعم، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه في حديث آخر، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. فلو قلنا إن في احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي يقصر في البلاغ، حاشا لله، ولم يأمرنا بهذا الخير. إذن فهذا لم يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه. رقم 3 أنه لا يعرف على وجه اليقين متى ولد النبي أبدا. تخيلوا حضراتكم، والله وراجعوا ورايا أقوال أهل العلم، اختلفوا على أقوال كثيرة جدا. منهم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر رجب، ومنهم من يقول أنه ولد في شهر كذا. حتى الذين قالوا أنه ولد في شهر ربيع الأول لم يقولوا أنه ولد في يوم 12 ربيع الأول. ليه؟ لأنه ما كان هناك اهتمام متى يولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن أحد يعرف أنه نبي. لسه طفل هيتولد صلى الله عليه وسلم، محدش عارف ان هو ان هو ده النبي القادم. من يوم ما نزلت عليه رسالة وعيون الكون كله تترقب وتنظر الى النبي ليتعلموا من احواله واقواله واخلاقه، ويترقبوا كل احواله ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم، ويؤرخوا غزوات النبي وقدوم النبي وهجرة النبي وكل حاجة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤرخه أحد، ولذلك اختلف العلماء اختلافا كثيرا على مسألة ميلاد النبي يوم 12 ربيع الأول. والغالب بل والراجح من أقوال أهل العلم، ورجعوا أقوال أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في يوم 12 ربيع الأول. ده النقطة الثالثة. النقطة الرابعة بقى إننا على العكس بقى، أنه يقينا وبإجماع كل أهل العلم قاطبة من السلف ومن الخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم 12 ربيع الأول. سبحان الله، يعني اختلف العلماء في يوم ميلاده
تمام. إنما اتفقوا جميعا من الخلف ومن السلف، اتفقوا جميعا على أنه توفي يوم 12 ربيع الأول. يعني سبحان الله، وكأن هؤلاء الذين يحتفلون بموت النبي وليس بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا على شك من يوم مولده، ولكننا على يقين من يوم وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 5 ودي الأخيرة، إن الاحتفال ليس دليل محبة، وإنما دليل المحبة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه وشريعته وسنته والدفاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو دليل المحبة. تعالوا بقى نتكلم في حتة بقى عقلية كده بسيطة جدا، مثال بسيط خالص والله. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو إن ربنا رزقكم بمولود ذكر، تمام كده، اتولد يوم 1/1/2001، تمام كده، فجيتوا يوم 1/1/2002 عملتوا له يوم ميلاد، احتفال بيوم ميلاده. ده انا بقول يعني ايه، ان بعض الناس بتعمل كده، مش بقول ان انا بأقر ذلك يعني، تمام. فعملت له احتفال بمولدي يوم 1/1/2002، يعني كان مر سنة على ميلاد هذا الطفل. جيتوا يوم 1/1/2003 برضه عملت احتفال بمولدي. لكن جه بقى يوم 1/1/2004 مات هذا الطفل. يعني مات في نفس اليوم اللي اتولد فيه، هو اتولد 2001 بس مات 2004. يا ترى حضراتكم لما يجي يوم 1/1/2005 هتحتفلوا بمولدي؟ يقول لك طبعا لا، ازاي احتفل بمولدي؟ ده هو نفس اليوم اللي اتولد فيه، هو نفس اليوم اللي مات فيه، يعني انا لو احتفلت بمولدي كأني بحتفل بموت ابني. انسى بقى المثل ده. فتخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو ان النبي فعلا صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحدث، لو ان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو انه ولد يوم 12 ربيع الاول، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. وراجعوا قول الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الالباني والائمه الكبار بقى من قبلهم، تمام، ان النبي لم يولد يوم 12 ربيع الاول. لكن لو افترضنا أنه ولد يوم 12 ربيع الأول وتوفي يوم 12 ربيع الأول، فهل نحتفل باليوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون أبدا، ولا يقوله إنسان عاقل. ده أنا بدل حضراتكم مثال، لو إن ربنا رزقك بطفل يوم 1/1/2001 وعملت له احتفال يوم 2002 و2003، جه 1/1/2004 مات، فلا يمكن تحتفل به يوم 1/1/2005 ولا 2006 ولا 2007 ولا الآخر يوم في عمرك. لا يمكن تحتفل بهذا اليوم، بل كل ما يجي اليوم ده تتذكر يوم موت هذا الطفل ولا تتذكر يوم ميلاد الطفل ده، صح كده؟ هيبقى بالنسبة لك ده ذكرى وفاة ابني، لا يمكن أحتفل، بل اليوم ده هيبقى يوم هم بالنسبة لك ويوم حزن إن أنت فقدت طفلك في اليوم دوت، صح كده؟ يبقى إذا كنا إحنا أصلا ما نعرفش النبي اتولد إمتى، لكن نعرف هو مات إمتى، نقوم نعمل احتفال بميلاد النبي يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مش يوم، يعني سبحان الله، مع إن النبي عليه السلام إحنا ما نعرفش هو اتولد إمتى، بس بقول حتى لو قدرنا وقلنا مجازا إنه اتولد يوم 12 ربيع الأول ومات يوم 12 ربيع الأول، فلا ينبغي أن نحتفل بهذا اليوم، لأن هذا اليوم هو اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خدتوا بالكم يا حبايبي؟ عشان ما يجيش حد يقول لك ايه، اصل دول عندهم نقص في محبتهم للنبي. لا والله العظيم، والله نحب النبي صلى الله عليه وسلم، واقسم بالله والله نتمنى ان نفدي النبي بدمائنا وارواحنا ولو كان النبي حيا. والله اقسم بالله لتمنى الواحد فينا ان يقبل التراب الذي يمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحبه تعني الاتباع وحب النبي واتباع النبي ونصره دين النبي والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب اخر سؤال شيخ محمود، معلش برضو كده احنا عرفنا انه اصلا ما كانش في حاجه اسمها احتفال بميلاد النبي، وان احنا لو احتفلنا فانما بذلك نكون قد احتفلنا بوفاة النبي وليس بميلاد النبي. ايه السؤال الاخير بقى، هل يجوز بقى ان احنا نجيب الحلويات كده في الفترة ديت، يعني فترة شهر ربيع الاول، لان الحلويات ديت ما بتبقاش موجودة غير في الوقت دوت، هل يجوز نجيب الحلويات ديت حمصية والسمسمية والملبن والكلام ده كله؟ يجوز طبعا، لكن يجوز ان احنا نجيب الحلويات ليس من باب الاحتفال بميلاد النبي، ولكن من باب التوسعة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى أخواتي وعلى أمي وأبويا، لأن الحلوى دي لا توجد إلا في هذا الوقت،
فيجوز شراء الحلوى وأكل الحلوى في ذلك الوقت، لأنها ما بتبقاش موجودة إلا في ذلك الوقت، بنجيبها من باب التوسعة على الأهل. أهو ما فيش تزمت أهو، والدين يسر وجميل وما فيش أي مشكلة خالص بفضل الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.